عالسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في حلقتنا اليوم اللي مش نخصصوها للحديث حول أبرز مباريات الأسبوع الماضي من الدوريات الخمس الأوروبية الكبرى. في إنجلترا توتنهام يتصدر جدول ترتيب البريمير ليج، وأرسنال يفوز على مانشستر سيتي ويفك العقدة بعد 12 مباراة. أما في إسبانيا ريال مدريد يواصل تصدره للليغا الإسبانية، وبرشلونة يسقط في فخ التعادل امام غرناطة. مش نحكيو ايضا على الدوري الايطالي وتصدر الميلان للبطولة وتعثر الانتر امام بولونيا وسقوط المدوي لنابولي امام فيورنتينا. نختموها بالصراع الثلاثي على لقب البوندسليغا بين باير ليفركوزن شتوتغارت وبايرن ميونخ. وقبل ما نخوضوا في تفاصيل الحلقه ما تنسوش تعملوا لنا ابوني لشين يوتيوب وتعملوا طلع على تيك توك خاطر برشا جديد يستنى فيكم غادي. ويلا ننطلق في البريمير ليج. وفي قمة الأسبوع التاسع أرسنال يطيح بمانشستر سيتي ويهدي سبيرز توتنهام صدارة البريمير ليج. الأرسنال يكسر عقدة 12 مباراة أمام السيتي بدون انتصار، ليحقق أرتيتا أول انتصار له على بيب غوارديولا في مباراة كانت تكتيكية بامتياز بين الزوز فرق. الأرسنال انتظر الدقيقة 82 لتسجيل هدف الانتصار الوحيد في المباراة، وجاء عن طريق البرازيلي جابرييل مارتينيلي بعد تسديده من داخل منطقة الجزاء، ليحقق بذلك الأرسنال 3 نقاط مهمة تخليه في المركز الثاني خلف سبيرز توتنهام. سبيرز توتنهام حقق بدوره انتصار ثمين وجاء على حساب فريق لاوتون الصاعد الحديث للبريمير ليج بنتيجة هدف مقابل لا شيء في مباراة كانت صعبة على توتنهام. وسجل هدف المباراة الوحيد الهولندي فان ديفين، ليحقق بذلك سبيرز انتصاره السادس في البريمير ليج هذا الموسم ليصل إلى 20 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز. ونبقى في العاصمة لندن وتحديدا مع نادي تشيلسي اللي حقق ثاني انتصاراته على التوالي في البريمير ليج هذا الموسم، وجاء على حساب نادي بيرلي بعد أن انتصر البلوز بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، ليرتقي بذلك تشيلسي إلى المركز ال11 في سلم ترتيب البريمير ليج برصيد 11 نقطة. وفي قمة أخرى في البريمير ليج التعادل الإيجابي بنتيجة هدفين مقابل هدفين يحسم لقاء برايتون وليفربول في مباراة قوية جدا دارت على ملعب الأنفيلد، ليفشل بذلك ليفربول المباراة الثانية على التوالي ويتجمد رصيده في المركز الرابع برصيد 17 نقطة. وفي مباراة دراماتيكية نجح مانشستر يونايتد في تحقيق انتصار ثمين في الدقائق الأخيرة أمام برينفورد بعد أن حاول تأخره بهدف إلى انتصار ثمين في اللحظات الأخيرة بنتيجة هدفين مقابل هدف بفضل ثنائية اللاعب النرويجي ماكتوميني. يحقق بذلك مانشستر يونايتد انتصاره الرابع في البريمير ليج هذا الموسم ويتجمد رصيده عند 12 نقطة.